السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد طيب خويا هذايا راه شيخ وليد شيخ وحفيد شيخ وما شاء الله من عائلة طيبة، وطلب مني باش نمد نصيحة للشباب، وهذه النصيحة لازم نمدوها ولو ما يطلبوش منا الناس، لأن احنا رانا موجودين من أجل الشباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينور قلوبهم وطريقهم ويسدد خطاهم جميعا إن شاء الله. احنا همنا وفرحنا كامل لما نسمعوا شاب تاب إلى الله عز وجل وحكم طريق وخرج من الظلمات إلى النور. ولهذا نوجه نصيحة لخوتي الشباب كامل، واحنا كامل رانا مفرطين في جنب الله، كامل رانا الناس مقصرين، وكامل الناس رانا نذنبوا، وربي يغفر لنا جميعا ويتوب علينا. واحد فينا ما راهو متميز على الاخر. تعرف الحاجه اللي تميزك عند ربي عز وجل هي انك تسبق بالتوبه، تسبق بالمغفره، كما نقولوا حنايا توبه قبل ما يموت الانسان، قبل ما يفوت الاوان. ولهذا ما دام الشباب راهي عندكم قوه وقادرين انكم ترجعوا الى الله سبحانه وتعالى قبل ان تطلع الشمس من مغربها، وقبل ان يغرغر الانسان وتاتيه الموت بغته. يعني نسال الله سبحانه وتعالى يوفقكم. انا نقول لكم حاجه ماشي مجامله، شبابنا والله الذي لا اله غيره غير فيه خير ما تقدر تتصور الخير تاعو اللي فيه، يعني قلوبهم طيبه، يعني ما تقدرش تصور. هما احنا نوعظوا فيهم، هما يبكوا كي يسمعوا القران، احنا ما نبكوا، يعني قلوبهم طريه ما شاء الله فيها الخير. ولكن الانسان لازم له برك فقط من عزيمه وحزم ونقطه انتقال يتحول بها الانسان من الظلمات الى النور. الله يوفقنا واياكم، الله يتوب علينا وعليكم، وبارك الله فيكم، والله يجزي هذا الرجل الزين اللي كان سبب في هذه النصيحه، وبارك الله فيكم.